يا مرحب، محسوبك المعلم عظمة، أجدع جزار فيك يا منطقة. عرفنا بيك بقى بس بإيجاز. بايه يا معلم معلش؟ بإيجاز يا جدع، يعني لا مؤاخذة دغري كده بالصريح من غير رط ولف ودوران كتير. عينيا يا معلم، محسوبك مرسي. وسمعت من ابو فتله القهوجي ان انت عايز محاسب معاك في المحل يساعدك سمعت من أبو فتلة؟ إيه ده؟ يعني أنت مش جاي عن طريق الفيز؟ فيز. ايه الفيز ده يا معلم؟ الفيز يا عم، بتاع البوستيز والكومنتيز والفيسبوك. قصدك الفيسبوك يا معلم. لا الحقيقه انا جاي على السمع من ابو فتله يا معلم زي ما قلت لك. معلش بس، ولا طليت على إعلان الوظيفة اللي على الإنستا؟ الانستا؟ لا يا معلم والله الانستا ما تأنسناش بيه. يا ابن الكلب. وليه الغلط بس من اولها يا معلم؟ لا مش انت، انا اقصد الكلب التاني. نعم. الواد زقلة ابن ام زقلة، واد معاه معهد الكترونيات، بس ايه يعجبك؟ شغل بقى ايه، فيز وانستي وتويتر، حاجة كده زي قرد على النت. ربنا يخليه لك يا معلم. قول ربنا ياخده. الواد اقول له عايز اجيب محاسب يشتغل عندي، يبقى شوف لحد من معارفك زي ما كلمت ابو فتلة كده، يشوف لحد من اللي حواليه. امم الواد يقوم قايل لي تعالى اعمل لك اعلان على الفيس والتويتر والانستي والواتيز، عشان يجيب لي اللي على الفرازه بقى. كرييتيف والله يا معلم. ايه معلش؟ كرييتيف مبدع يعني يا معلم. مبدأ ايه بقى؟ ما هو لها في 50 جنيه، وفي الاخر انت ولا شفت اعلان ولا زفت، وجاي كده من ابو فتلي. معلش يا معلم الله يعوض عليك. المهم يعني قلت ايه، هتشغلني معاك ولا لا؟ طبعا، ده انت جيتك عندي غالية وعزيزة قوي يا استاذ. الله يحفظك يا معلم. بص انت كده كده ان شاء الله معايا. هو بس معلش يعني كام سؤال كده عشان الانترفيو، للتأكد بس من مهاراتك في سوق العمل، وناجح بإذن الله. سوق العمل؟ الله يخرب بيت سوق الحال اللي جابني هنا اساسا. انترفيو ايه؟ هو انا هشتغل في شركة ادوية؟ اسأل يا معلم انا تحت امرك. السؤال الأول، وده بكام نقطة يا معلم؟ ازاي يعني؟ يا معلم ما هو ده مش برنامج العباقرة عشان تتكلم بالتشويق ده، يعني شوية شوية تقول لي لو عرفت الإجابة هتكسب 100,000 جنيه. خليك طبيعي يا معلم. معاك حق، انا مزودها حبتين فعلا. بص انا طلباتي مش كتير في اللي هيشتغل عندي، من الاخر كده تعرف على الكمبيوتر. أكيد يا معلم. كويس، اصل انا بقى ايه، هعمل كاشير الكتروني وبرامج محاسبة الكتروني وباركود وليه يا معلم ده كله؟ ده محل جزارة في حارة مش هايبر في كارفور يعني. يا عمنا عايز اتوسع. امال انا طالب محاسب ليه؟ انا عايز المحل كده يبقى للاكابر. بس دي تكلفة جامدة عليك يا معلم، والناس اللي في منطقة شعبية زي دي مش هتقدروا أصلا. اسره هتعرف تدورها كده ولا لا؟ لا بعون الله أدورها وأدور جمعية رسالة معاها. سؤال تاني بقى برضو مهم ليا، هل تستطيع العمل تحت ضغوط؟ يا معلم ضغط ايه؟ هو أنا بعمل انترفيو في تي داتا؟ يا استاذ اصل انت مش واخد بالك، انا ساعات كده ارجع من الزريبه مخنوق، ارجع من المذبح طهقان ومش طايق نفسي، فاحتمال بقى اجي المحل لا مؤاخذه فيش غل فيك. هتزعل وتعيط بقى وكده ولا هتستحمل؟ أعيط؟ لا يا معلم مش هعيط ما تخافش. يعني فيش غل فيك براحتي؟ فش براحتك، معاك كورة ضغط، لا بتهوي ولا بتتخرم. طب سؤال كمان معلش، بتعرف لغات؟ لا دي هتعلمها من العجول اللي عندك ان شاء الله. العجول اللي عندي؟ ايوه يا معلم، مش انت عايزني ابقى على علم بلغة العجول اللي بتذبحها وكده؟ اهو الامر ما يسلمش برضه على ما تذبح حاجة منهم اسلي الباقيين. تسلي مين يا استاذ؟ انت عند كوافير هدير هتسلي الحريم على ما اخلص الايلاينر والمسخره للعروسه؟ اعمل لك ايه بس يا معلم؟ اصل يعني لغات ايه اللي احتاجها بس في محل زي ده؟ يا سلام، مش عارف ايه اللغات اللي هحتاجها؟ اقول لك ايه، انجليش. انجليش؟ ليه يا معلم؟ هي البهايم عندك دارسة لغات ولا ايه؟ فرنسي. ونعمل مزرعة جنب برج ايفل، ايه رأيك؟ دويتش. هاي معلم هتلر. تركي. ايه طبعا مهند بيه. عبري. خبر اسود، ايه يا ليفي هنهاجر اسرائيل؟ طبعا لا. يبقى هتشغلني جاسوس على اليهود؟ يا سلام، رأفت الهجان، جمعة الشوان، مرسى وسالم، سالم ابو اخته. ليه جزار في المخابرات الحربيه؟ ما تظبط كده يا. امال ايه ناوي تطبع ولا ايه؟ فشر ونقطع لسانك. طب ايه عبر دي طيب؟
معلش استقريتها غلط. عربي، تعرف عربي يا استاذ مرسي؟ لا انا ثقافتي اسباني الحقيقه. هو انا بكلمك هندي يا معلم؟ ما عربي اهو، يبقى ما اعرفوش ازاي؟ خلاص خلاص، ما يبقاش خلقك ضيق كده. انا لسه قايل العمل تحت ضغوط. طب معلش بس في السؤال يا معلم، انت يعني اللغات دي بما فيهم العربي عايزهم ليه اصلا؟ بص من الاخر كده، اللغات دي كلها عشان السواح اللي هيجوا يشتروا من عندي. ايه ده؟ هو في سواح بتعدي على حاره الزبالين؟ اكيد دول تايهين يا معلم، يعني ما فيهمش دماغ يشتروا لحمه اساسا. طب ايه رأيك بقى ان السواح بيجوا هنا اكنها السيدة زينة؟ ليه عليهم نادر وبيوفوه؟ لا، بيجوا يتصوروا مع الزبالة اللي عندنا. هتعرف لغات ولا لا؟ اعرف يا معلم، اعرف حبه انجليزي كده هيمشوا لك البيع للسواح، ما تقلقش. اتعينت ولا لسه؟ فاضل بس اخر سؤال. اللهم طولك يا روح. اسأل يا معلم، عينيا ليك. شايف نفسك فين بعد 5 سنين هنا؟ شايف نفسي متعلق على باب المحل زي الدبايح اللي بره. بالك هي مش دي الإجابة الصح اللي في الورقة، بس الصراحة أحسن منها 100 مرة. وهي الإجابة اللي في الورقة ايه معلش؟ قال إيه إنك تقول إنك شايف نفسك مكاني؟ مكان مين؟ ده أنا هجيب كرشة. يا معلم اهدي، ابقى مكانك مين بس؟ الكلام ده لو انت اتش ار مش جزار. هو مين اللي كتب لك الورقة دي اصلا؟ الزفت اللي اسمه زقلة. زقلة بتاع الفيز والتويتر؟ هو بعينه يا أستاذ. لا يا معلم، كده يبقى حمار حافظ مش فاهم. بص سيبك من الورقة دي خالص. انت عايز محاسب يظبط الحسابات ويخلي الضرايب ما تقولش هات، صح؟ الله ينور عليك يا أستاذ، هو ده. تمام يا معلم. مع مرسى وسالم حسابات ما تخرش المياه المعدنية، اقل ضرايب وارباح عالمية. عظمة أوي. مع مرسى وسالم انتم في امان دائم. ليه؟ طفاية حريق ولا جهاز انذار؟ لا يا معلم، يعني بعمل شغل حلو يعني وكده. فل الفل يا أستاذ. بص الدفاتر هتلاقيها في درج المكتب ده، وقلب في الدفاتر تلقى البتاع فاكر. حقق ومقق براحتك. يلا أنا راجع الزريب. معلش يا معلم، قبل ما تمشي بس احنا نسينا نتكلم في المرتب. ولا صحيح، عمرك أطول من عمري يا أستاذ. يلا مش خسارة فيك المرتب، 4 يا سيدي. رضا يا معلم، 4000 جنيه برضو مش وحشين في 4000 جنيه يا أستاذ؟ هو أنا هعين وزير مالية عندي في المحل؟ وحياتك يا معلم ده حتى ما يجيبوش مرتب غفير. نهايته مرتبك 4 كيلو لحمة في الجمعة؟ لا يا اخويا، في الشهر تاكل 4 كيلو لحمة في الجمعة ليه؟ مستر اولمبيا ولا الاسد ملك الغابة؟ ايوه يا معلم، بس 4 كيلو في الشهر دول يعني كتير انا عارف. عموما ابقى عين منهم لاهلك ولا لمعارفك عشان ما تعياش من كتر اكل اللحم. على رأيك ده هيبقى فطيرة وسفه لو كلت الكمية المهولة دي كل شهر. بالمناسبة مش هتاخدهم من المحل، انا هديك فلوس وتروح تجيبهم من بره. اللحمة اللي عندي دي كلها اصلها محجوزة. محجوزة؟ الزباين حجزها ل3 شهور قدام. ليه يا معلم، هم مقدمين على هجرة؟ هو انت شغال عند اي حد؟ ده انا عظمة بمسك العجل من ديله واعرف فيه كام كيلو. دول دافعين مقدم كمان. والقسط بفايدة كام ان شاء الله؟ لا ما هو ده مش كارد سيارة يا اخويا. اسره موافق ولا لا؟ موافق يا معلم. على البركة. يلا خد بالك من المحل وانا راجع على الزريبة. ارجع يا اخويا على الزريبة، ارجع على مكانك الطبيعي. يا ساتر، ده تحس واحد فطران تبن ومحل بكريم كراميل. اوف. استنى، رايح فين؟ لو عجبتك الحلقة شاركها مع اصحابك، وما تنسوش تصلي على النبي وتدعوا لاخواتنا في غزة.